السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم تحقيقات. كنتمنى من الله عز وجل أنكم تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. وكيف جرت العادة بلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في سرد تفاصيل جريمة اليوم. في سنة 1997 بمدينة الصويرة، واحد السيد اللي غادي نعطيوه اسم السي أحمد كان من الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية. خدا التقاعد ديالو في إيطاليا وفكر يرجع للمغرب ويجيب عائلته ويستقر معه بمدينة الصويرة، وبالفعل شرا واحد الفيرما وسكن مع ولادو كانوا كبار ومزوجين. فكروا يشوفوا شي خدامة اللي تعاونهم في الدار، يعني شي وحدة اللي تكون ثقة. ولقاو واحد المرأة اللي كبيرة شوية في السن، في عمرها تقريبا 54 سنة، وبقات خدامة عندهم واحد المدة طويلة، يعني واحد المدة اللي فاتت تقريبا 15 سنة. ولكن فاش السي أحمد وصل لسن 75 سنة توفات الزوجة ديالو، ومن بعد عرضوا ولادو عليه الزواج، ولكن هو كان رافض هاد الفكرة ديال الزواج. دازت المدة ديال 3 سنين على الوفاة ديال الزوجة ديالو وتوفى حتى هو. ولكن هنا شنو غادي يوقع؟ فاش توفى السي أحمد جات واحد البنت شابة اللي في عمرها تقريبا 28 سنة، جات لابسه البيض عند هاد ولاد السي أحمد وقالت لهم السي أحمد راه كان مزوج بيا، يعني الاب ديالكم كان مزوج بيا. قالوا ليها كيفاش با كان مزوج بيك؟ قالت لهم الا ما تيقتونيش ها العقد ديال الزواج ها هو عندي. وواحد النقطه لازم نشيروا ليها قبل ما نكملوا، وهو ان السي أحمد ما ماتش موتة طبيعيه، بحيث ان الطبيب الشرعي في التقرير ديالو بان ليه ما يفيد ان السيد اي السي أحمد ما ماتش موتة طبيعيه وانه مات مخنوق. انا تدخل البوليس في هذه القضيه. ولادو لما شافوا داك عقد الزواج اللي عطاتهم هاد السيده لقاو عقد الزواج حقيقي، يعني ماشي مزور. جاتهم هاد القضيه غريبه، بان لهم بان باهم كان مزوج في الخفاء بالتخبيه، وهما سبق ليهم عرضوا عليه الفكره ديال الزواج وهو كان رافض تماما هاد الفكره. هاد القضيه ناقشوها ولادو مع واحد صاحب باهم، قالوا ليه الوالد الله يرحمه راه لقيناه مزوج. لما مات راه جات واحد السيدة في عمرها تقريبا 28 سنة كتقول انها كانت الزوجة ديال الاب ديالنا، ولكن الاب ديالنا ما عمره خبرنا بهذه القضية، بل بالعكس حنا كنا باغيين نزوجوه، هو كان رافض تماما هذه الفكرة ديال الزواج. قالوا لي واش انت كان في خبارك؟ هاد صاحب باهم استغرب من هذه القضية وقال لهم ما يمكنش السي أحمد يتزوج وما يقولهاش ليا، كاين شي حاجة تما. هنا واحد في ولادو مشى لعند الطبيب ديال باه، الطبيب الخاص بالاب ديالو، وقال ليه راه الوالد بعد ما توفى جات واحد السيده كتقول بانها الزوجه ديال الوالد وبانها كانت مزوجه به وعندها معاه عقد الزواج. الطبيب قال لهم اودي راه الوالد ديالكم ما يمكنش يفكر في الزواج لانه راجل كبير وما بقاش قادر على الزواج. هاد الهضره وصلت للبوليس وعيطوا لهذيك البنت اللي كتقول بانها مرات السي أحمد. سولوها البوليس قالوا ليها كيفاش تتزوجتي بالحاج وامتى؟ قالت لهم ماشي بزاف دابا، تقريبا شي 4 شهور. وهنا وقعت واحد المفاجأة غريبة. لما قالوا ليها البوليس عطينا نشوفوا عقد الزواج وعطينا لاكارت ديالك، هذاك ولد السي أحمد حاضر في البيرو ديال البوليس، شاف لاكارت ديالها كيلقى فيه سهيلة بنت خديجة مصرار. تصدم علاش؟ لان الام ديال هاد البنت اللي هي خديجة مصرار هي المرأة اللي خدامة عندهم في الدار. هنا هاد الولد قالها البوليس، قال لهم سيدي هاد خديجة مصرار هي الام ديال هاد البنت، راه هي السيدة اللي خدامة عندنا في الدار. هنا قالوا ليها البوليس واش السيدة اللي خدامة عند هاد الناس في الدار هي الام ديالك؟ السيدة لقات راسها حاصلة ما عندهاش كي دير تنكر، حل واحد هو تقول الصراحة. قالت لهم نعم سيدي هي الام ديالي. هنا البوليس استدعوا الام ديالها اللي هي الخدامة ديال هادوك الناس، قالوا لها كيفاش هاد القضية بأن بنتك كانت مزوجة بالسي أحمد؟ قالت لهم سيدي واحد النهار قال لي السي أحمد الله يرحمه شوفي لي شي بنت للزواج، وقلت لها سيدي راه كاينه بنتي، وبالفعل شافها وعجباتو وتزوج بها. وقالت اليوم بأن السي أحمد قال لها بأن هادشي يبقى بيناتنا وما خاصني حتى شي حد يجيب الخبر وما خاصني مشاكل مع ولادي بحسب ما كتقول هي. البوليس هادشي كامل ما دخلش ليهم للراس، خاصة ان السي أحمد مات مقتول بالخنق.
وهاد البنت كتقول بأنه هادي غير 4 شهور باش تزوج بيا السي أحمد، وفوق هادشي كله الخدامة هي الأم ديال الزوجة ديالو. جاهم هادشي غريب، البوليس قرروا يعينوا مفتش يراقب هاد السيدة اللي كتقول أنا مرات الحاج. بعد أيام قليلة داك المفتش جاب أنباء تفيد بأن هاد السيدة اللي كتقول أنها مرات السي أحمد راه كتعمر مع واحد الشاب كتخرج معاه كيهزها بالسيارة ديالو من باب الدار، وبعد المرات كيدخل عندهم للدار. هنا البوليس عاودوا اتصلوا بها باش تجي لعندهم للمركز وسولوها واحد السؤال اللي تلفها وخلاها تدخل وتخرج في الهضره. قالوا ليها هاد السيد كان مزوج بك ياك؟ قالت لهم سيدي. قالوا ليها فين كان مسكنك؟ السيده سمعت هاد السؤال وهي الدوخ، قالت لهم انا كان كيجي لعندي للدار. قالوا ليها البوليس ميمكنش، السيد بخيرو وبرزقو وغادي يجي لعندكم للدار ويسكن مع داركم. هنا البوليس مشاو معها للدار، طلعوا كيلقاو عندهم غير 2 بيوت وصالون، وهما عائلة كبيرة فيها 2 بنات و2 ولاد والأب والأم. جاهم هادشي غريب، هنا البوليس قالوا ليها ورينا العدول اللي كتبتو عنده العقد، وكانت هذه هي الضربة القاضية. قالت لهم الأم ديالي هي اللي كتعرف هاد العدول. عيطوا الأم ديالها قالوا ليها خاصك تورينا العدول اللي كتبتو عنده العقد ديال بنتك مع داك السيد، وداتهم عند واحد العدول اللي أكد لهم باللي ما عمرهم كتبوا عنده هذا العقد. هي حاسبة غادي تديهم عند أي عدول غادي تقول لهم هذا هو العدول اللي كتبنا العقد ديال بنتي عنده، زعما هاد العدول غادي يكونوا نساو أن هاد السيدة دازت عندهم. ولكن هي نسات مسكينة أو تناست بأن داكشي كيبقى معرشف في الوثائق أي محتفظين به، وتحطوا أمام الواقع هاد السيدة وبنتها، وكان الاعتراف تلقائي ديال البنت اللي قالت بأنها مرات السي أحمد، واعترفت بالجريمة بالتواطؤ مع الأم ديالها وولد خالتها. ولكن لما جابوا ولد خالتها انكر وقال لهم أنا ماشي معاكم في هذه القضية، أنا ما فخباريش هادشي. البنت اعترفت بواحد الجريمة كبيرة وقالت ليه كيفاش ما معناش، انت أصلا هو اللي قتلتي السي أحمد. والأم اعترفت بأن هي اللي حلت ليه الباب، حلت الباب ودخل قتل السي أحمد وخرج. هنا المجرم حاصروه المحققين بالأسئلة وحاصروه بالأدلة، ضغطوا عليه واحد الضغط كبير واعترف بالجريمة ديالو وباللي هو اللي قتل السي أحمد وبأنه متواطئ معهم في هذه القضية. وهنا البوليس سولوهم على عقد الزواج، قال لهم هاد ولد خالتها بأن أنا عندي واحد صاحبي عدول وهما اللي صايبوا لي هاد العقد. جابوا البوليس هاد العدولات واجهوهم واعترفوا بالمنسوب إليهم وتقدموا للعدالة كاملين، ولكن الحكم لم يذكر في المسطرة اللي جاء فيها كالتالي: بعد اعتراف كل طرف من الأطراف المعنية باقتراف الفعل المشؤوم أحيل كل منهم على دار العدالة، ولم تواكب المسطرة أطوار الحكم. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ما تنسوش معكم الاشتراك واللايك للفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.